ميني برجر ساهلين وخفاف ويجيو قرف بنان. وبلا ما نهدر شوفوا لي المنظر مفرمجه بنينه معمره بولي، ولا الوصفه تسحقوا بولي هاشي. لا كونتيتي عينكم ميزانكم حسب داركم. التوابل الملح الكركم فلفل احمر وتوابل الدجاج. التوابل كل واحد واختياره. اذا كان عندكم شابليغ ديروها، انا ما عنديش درت الفارينه عاد متوسط الحجم. وابداو خلطوا مليح حتى يتجانسوا كامل المكونات. وهذا هو الريزولتا فينال. ماذا بكم تحطوها في الفريجيدير مده ساعه باش توابل يطلقوا البنه. ومن جهه اخرى جبت البصل الكميه عينكم ميزانكم، قطعته بالطريقه اللي تشوفوا فيها وحطيتهم في نفس المقله اللي تبلت فيها البولي، وتبلته بنفس التوابل اللي تبلت بهم البولي، وحطيت الزيت وحطيتهم يتقلاو. ماذا بكم تحطوه على نار هاديه حتى يتكرمل لكم ويولي بهذه النتيجه. البولي زدت له الفرماج باسكو دارنا يحبوا الفرماج، وبديت نكور فيه بالطريقه اللي تشوفوا فيها ونغمس فيه في الفرينه باش يشد روحه، وبلاصيتهم كما قاعدين تشوفوا في البلاطو. كملت كامل لا كونتيتي بالطريقه اللي شفتوها، ومن بعد قليتهم في زيت يكون قراف سخون، ولازم تقلوهم ابتي فو باش يطيبوا لكم مليح. بعد ما حماروا لي وقلبتهم خرجتهم حطيتهم في بابي يشرب كامل هذاك الزيت. من الاحسن انكم ديروهم في الفور. اخر خطوه انكم تجيبوا خبز البرجر. انا شريتهم واجدين هادو 6 ب 13 نال. حطوا اي نوع فرماج حبيتوه، مش لازم اللي حطيته انا، يعني قادر ما تحطوا جبنه طلي. طبقه ثانيه حطيت البصل المتبل هذاك اللي درته معاكم، درت لينا كامل. هارون وجيهان ما ياكلوش البصل. طبقه ثالثه حطيت البولي كيما قاعدين تشوفوا. عاودت طبقه اخرى تاع فرماج، قلت لكم مفرمجين يجوا يهبلوا. وزدت طبقه ثانيه تاع البولي. مرحله هذه اختياريه، فخوماج رابي كيف مرحله اختياريه، وحطيته فوق هذاك البولي وغطيتهم بخبز البرجر. خدمته في الدار التعب دونك شروه خير. شوفوا لي ترى الريزولتا، زيدوا قولوا لي ما يستاهلش انكم تجربوا. انا باش ما يطيحوا لي جبت الكوردون حكمتهم بهم كامل باش ما يتزعزعوش. اي طونك ما عنديش الزيتون في الدار دونك درت الخيار سي جوست هكا باش يبان كوردون برك. وفوتهم للفرن مده ربع ساعه حتى يذوب هذاك الفرماج، وهكا يكونوا واجدين للتقديم. ننصحكم انكم تجربوهم، تقدروا ديروهم كوم دوزيام بلا. ما تنساوش تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها، وبيان سور نستنى الغوتور تاعكم في لي ميساج.